السلام عليكم، معكم أحمد الهدل. في الفيديو ده هشرح لكم أفضل طريقة لتحميل الأفلام الأجنبية تورنت بجودة 720 HD و1080 فول HD مع تحميل وتركيب الترجمة الخاصة بالفيلم من الألف للياء. كلها 4 خطوات بسيطة. في أولها هنحمل برنامج يوتورنت المسؤول عن تشغيل ملفات التورنت. ثانيا هنركب برنامج اسبلاير المسؤول عن تشغيل ملفات الميديا. ثالثا هنتعرف على الموقع اللي هنحمل منه الأفلام الأجنبية. وأخيرا هنتعرف على الموقع اللي هنحمل منه ملف الترجمة المناسبة لنسخة الفيلم مع طريقة ترجمة. هنبحث في جوجل تحت اسم يوتورنت وهنخش على أول نتيجة أو هتلاقي الرابط موجود في الديسكريبشن. هنضغط على زر جيت يوتورنت، بعد كده على فري داونلود. بعد كده هيبدأ معانا تحميل البرنامج. بعد ما يتحمل برنامج يوتورنت معانا هنركبه زي أي برنامج بنركبه. هنختار اللغة وهنتابع عملية التركيب. وبكده نبقى انتهينا من الخطوة الأولى. هنروح لجوجل مرة تانية ونكتب اسبلاير في البحث ونخش على أول نتيجة أو هنلاقي الرابط موجود في الديسكريبشن. بعد كده هنضغط على زر داونلود عشان يتحمل معانا البرنامج. بعد ما يتحمل معانا البرنامج هنفتحه وهنركبه زي أي برنامج بنركبه. وبكده نبقى انتهينا من تركيب برنامج اسبلاير. بعد ما ركبنا برنامج يوتورنت وركبنا برنامج اسبلاير هنخش على الموقع اللي هنحمل منه الافلام الاجنبيه. هتلاقوا الرابط موجود عندكم في الديسكريبشن. هيفتح معانا الموقع بالشكل ده. هنا هتلاقوا الافلام الاكثر شعبيه في التحميل، وهنا هتلاقوا اخر الافلام اللي نزلت في الموقع، وهنا الافلام اللي هتنزل قريبا في الموقع. هندخل على براوز موفيز. بعد ما دخلنا على براوز موفيز هتلاقي هنا كل الافلام اللي موجوده في الموقع، تقريبا اكتر من 4000 فيلم موجودين لحد وقتنا الحالي. فلنفترض ان احنا محتاجين نحمل فيلم بريزونرز. هتلاقوا من الفيلم موجود منه نسختين، دي نسخة 720 HD ودي نسخة 1080 فول HD. الفرق ما بين النسختين دول حجم صورة وجودة، بمعنى نسخة 720 HD حجمها أقل، نسخة 1080 فول HD حجمها أكبر. نسخة 720 HD حجم الصورة بتاعتها أقل، بينما نسخة 1080 فول HD حجم الصورة أكبر. فنفترض مثلا انا احمل فيلم بريزونرز نسخة 1080 فول اتش دي. اي فيلم هتخش تحمله هتلاقي جنب البوستر فيه معلومات. نوع الفيلم، طبعا نوع الفيلم مثلا دراما، جريمة، خيال علمي، كده بالظبط. حجم الفيلم، طبعا مساحة الفيلم شيء معروف. جودة الفيلم اتكلمنا عنها قبل كده 720 اتش دي 1080 فول اتش دي. حجم صورة الفيلم برضو اتكلمنا عنها قبل كده. الفريم ريت سيبك منها. لغة الفيلم شيء معروف. subtitles هشرح لكم السبتايتلز او الترجمة في الخطوة الرابعة بطريقة منفصلة تماما. الران تايم مدة الفيلم، يعني الفيلم ده مدته ساعتين و33 دقيقة. الاي ام دي بي ريتنج هو تقييم الفيلم في موقع اي ام دي بي. طبعا لو انت عايز تشوف معلومات مفصلة اكتر عن الفيلم هتدوس على ايقونة اي ام دي بي هيحولك لموقع اي ام دي بي هتشوف منها معلومات الفيلم. الموشن بيكتشر ريتنج سيستم او نظام تقييم الافلام هتلاقوا فيه رابط في الديسكريبشن بيتكلم عن النقطة دي، هيدخلكم على موقع ويكيبيديا باللغة العربية هيشرح لكم النقطة دي. البيرز والسيدز طبعا هنسيبنا منها دلوقتي، ولكن كل ما يكون الرقمين دول معاك ارقام كبيرة كل ما هيكون معاك الداونلود افضل. واتش تريلر طبعا عشان تشوف مقطع تشويقي او تريلر بتاع الفيلم قبل ما تحمل الفيلم. ونيجي لأهم حاجة عايزينها طبعا، زر داونلود تورنت. طبعا لو عايزين نحمل الفيلم هنضغط على داونلود تورنت. هيحمل معانا ملف صغير جدا، وهو ده الملف اللي هنفتحه ببرنامج يوتورنت عشان نحمل الفيلم او عشان نبدأ في تحميل الفيلم. بعد ما حملنا ملف تورنت الخاص بفيلم بريزونرز هنعمل دبل كليك على الملف. هيفتح معانا برنامج يوتورنت. هيقولك ان الفيلم هينزل لك بالمسار ده، تقدر تغير المسار لو حبيت. بعد كده هتضغط اوكي. اول ما هتضغط اوكي هيبدأ تحميل الفيلم معاك.
بعد ما تنتهي من تحميل الفيلم طبعا هيظهر لك اشعار في التاسك بار تحت ان الفيلم انتهى تحميله، او تشيك على برنامج يوتورنت لحد ما تلاقي البار اكتمل وتحول للون الاخضر. هتلاقي الفيلم نزل في المسار اللي هو حدده لك اليوتورنت او اللي انت حددته. هتفتح ملف الفيلم، هتلاقي الفيلم وهتلاقي صورة ملهاش لازمة تقدر تعمل لها ديليت. هنفتح الفيلم ببرنامج اس بلاير، وهنلاحظ ان الفيلم بدون ترجمة نهائية. My son already told you that the guy was inside the RV just watching. زي ما انتوا شايفين مفيش اي ترجمة. هنيجي دلوقتي لتحميل وتركيب الترجمة الخاصة بالفيلم. هو في طريقتين، في طريقة لسه جديدة كليا، وفي طريقة تانية من موقع منفصل تماما. احنا هنستخدم افضل واسهل طريقة موجودة لتحميل وتركيب ملف الترجمة اللي هيتوافق مع نفس النسخة بتاعتنا بالظبط. هنرجع لنفس صفحة الفيلم اللي احنا حملناه، هنيجي عند Subtitles، هنضغط على داونلود Subtitles، هيحولنا لموقع يفاي Subtitles، وهو موقع فرعي تابع لنفس الموقع اللي احنا حملنا منه الافلام الاجنبية. هتلاقي فيه ترجمات كتيرة بلغات كتيرة متوافقة مع نفس نسخة الموقع بالظبط. طبعا احنا محتاجين الترجمة اللي باللغة العربية، هنضغط على Arabic، هيحمل معانا ملف صغير، هنعمل فك للضغط الملف اللي نزلناه، هينزل لنا ملف صغير جدا، هنعمل له كوبي، وهنروح لملف الفيلم وهنعمل بيست. عشان نشغل الترجمة هناخد اسم الفيلم بالكامل كوبي، وهنيجي عند ملف الترجمة هنعمل بيست، بحيث ان يبقى اسم الفيلم وملف الترجمة زي بعض بالظبط. دلوقتي هنيجي نفتح الفيلم عشان نتأكد ان الترجمة اشتغلت. Right to my fucking face. They didn't cry until I left them. Right to my fucking face. He said that you left work now just now. Right now, yeah.